مرحبا بكم اخواني اخواتي معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا هذه الاكله الصحيه دافيه في هذا الوقت. كتجي مناسبه، يعني كتكون اكله دافيه سهله في التحضير، مكونات جد بسيطه. كرات ديال صدر الدجاج كنرافقوهم مع البوري ديال البطاطا، ولا تقدروا ترافقوهم مع الأرز، ولا تحطوهم غير هكاك كيجيو لذاذ وصحيين. نتمنى أحبائي تعجبكم الوصفة وتستمتعوا بها. بطبيعة الحال إلا عجبتكم ما تنسونا من لي لايك ديالكم ومن تشجيعاتكم. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو، عندي هنا واحد الكمية ديال صدر الدجاج. بالنسبة لصدر الدجاج يعني على حسب عدد الأفراد ديال الأسرة. غادي نقطعوه مكعبات صغار، ومن بعد غادي نديروه في هاشوار باش نطحنوه. غادي نضيفوا ليه البقدونس، غادي نضيفوا ليه كذلك. بالنسبه للتوابل عندي فلفل حار، عندي كركم، عندي ابزار، عندي فلفل حلو، عندي ملح، وعندي زنجبيل. صافي نخلط هذوك التوابل مع بعضياتهم، وغادي نضيفهم على صدر الدجاج، وغادي نطحنهم كاملين مجموعين. هنا بالنسبة اللي بغى يستعمل اللحم الأحمر بدل صدر الدجاج يقد يستعملو. صافي هنا ملي كيطحنوا ليا هذوك المكونات كاملين كنضيف لهم 3 ضريسات ديال الثوم. بطبيعة الحال اللي تقدو تعوضوه بالثوم بودرة الا ما بغيتو ديروا الثوم طري. ومن بعد غادي نضيفوا ليه 3 جوج معالق ما عامرين ديال الخبز المطحون. هنا بالنسبة للخبز المطحون على حساب كمية الدجاج، انا كان عندي صدر الدجاج قليل، درت 2 معالق يعني ما عامرينش بزاف. صافي كنخلطوا المكونات كاملين، ومن بعد غادي نضيفوا لهم حبة من البيض. هنا بالنسبة لا شابلو او الخبز المطحون، يعني كيمتص هذوك السوائل اللي في الخليط اللي عندنا، والبيض الدور ديالو حتى هو كيجمع لينا هذاك الخليط. صافي غادي نلفوه بواحد البلاستيك، وغادي نخلوه جانبا واحد 5 دقائق حتى 7 دقائق. بالنسبه للخضر اللي غادي نحتاجو طماطم صغيره، غادي نحتاجو سبانخ، غنحتاجو جزر، غادي نحتاجو بصل، وغادي نحتاجو 3 الحبات و3 الضريسات ديال الثوم. غادي نقطعوا الخضر اللي عندنا، وغادي نحتاجو كذلك البروكلي حتى هو غادي نقطعوه هذوك الوريقات ديالو، ولا هذوك الوريضات ديالو. صافي بالنسبه للكفته ديال الدجاج غادي نكوروها بحال كتبين الصوره. بطبيعه الحال غادي ندهنوا ايدينا بشويه الزيت الا كانت كتلصق لكم، ومن بعد غادي نكوروها في الطحين عادي حتى نكملوا جميع الكويرات اللي عندنا، وغادي نحطوهم جانبا. هنا بالنسبة للحجم نتوما كتختاروا الحجم اللي بغيتو ديروا صغار ولا كبار. في مقلاة غادي ندير قليل من زيت الزيتون، يعني غير شوية، وغادي نحط فيها دوك الكرات، وغادي نحمرهم على نار مهيلة. نبقى نقلبهم من جميع الجوانب حتى كيشدوا هذا اللون الذهبي، يعني ديروا النار مهيلة وتبقاو تقلبوا فيهم حتى يتحمروا من جميع الجوانب. بالنسبة المقلاة اللي غادي نطيبوا فيها اولا الكامله اللي غادي نطيبوا فيها، كنديروا فيها قليل من زيت الزيتون، كنديروا فيها البصل مع هذوك الحبات ديال الثوم، كنضيفوا لهم الجزر كذلك. هنا بالنسبه كنضيفوا الطماطم. هنا بالنسبه انا رافقت مع البوري، الا ما بغيتوش ترافقوها مع البوري تقدروا تضيفوا حتى البطاطس. صافي كنعطوهم وقتهم حتى كيتحمروا شويه، كنضيفوا لهم ملح ابزار والقليل من جوز الطيب او الكوزه، والنار بطبيعة الحال راه مهيلة. ومن بعد غادي نضيفو هذوك الكويرات ديال صدر الدجاج ونعطوهم الخاطر، يعني النار تكون مهيلة، ونبقاو نقلبوهم حتى كيندمجوا المكونات مع بعضياتهم. كنضيفوا لهم تقريبا واحد نصف كأس من الماء، وغادي نخلوهم على نار مهيلة ونخلوهم حتى يطيبوا. ومن بعد غادي نضيفوا البروكلي، لان البروكلي ما كيشد لينا الطياب، كنخلوه هو في المرحلة الأخيرة، هو السبانخ.
صافي هنا كنضيفو السبانخ، غادي نغطو عليهم واحد 3 دقائق وصافي راه كتكون واجدة لينا الأكلة ديالنا. بطبيعة الحال هنا راه السبانخ إلا غطيتو عليهم راه كيهبطوا بالزربة، يعني ما كيشدوش الوقت. صافي كنحركو المكونات بشوية حتى كيتحركوا كامل وكيندمجوا مع بعضياتهم، وكتعقد لينا هذيك المريقة. صافي في هذه المرحلة راه الأكلة ديالنا كتكون واجدة، وكنقدموها كيف قلت لكم في بداية الفيديو. هنا بغيتو تقدموها مع الأرز راه كتقدموها مع الأرز، أنا قدمتها مع البوري ديال البطاطس، ولا تقدموها بوحديتها يعني وتاكلوها بمعلقة. كتجي لذيذة صحية دافية في هاد الجو البارد. نتمنى أحبائي تعجبكم الوصفة. بطبيعة الحال إلا عجبتكم الوصفة ما تنسونا من اللايك ديالكم وتشجيعاتكم لنا. دمتم في رعاية الله، وإلى فيديو قادم بحول الله. إلى اللقاء.